أن هناك 1,000,000 مسلم في الصين يعيشون في إقليم مضطهد، الصلاة ممنوعة، النقاب ممنوع، يجبرون على تناول وأكل لحم الخنزير وشرب الخمر، اللحية ممنوعة، يقتل هؤلاء في الشوارع. تخيلوا معي، لا يستطيع ابنك إلى أن يبلغ 18 عاما أن يكون معك، لا يستطيع أن يكون معك، وأول ما يأتي إلى الحياة يؤخذ ويذهب به إلى مدارس لتعليم الفكر الشيوعي، وإذا بلغ عمر 18 عاما يعيدونه إليه. أجبر أئمة المساجد في فيديو. نحن كعرب مشاهداتنا التي تبلغ الملايين هي مشاهدات كرة القدم، هي مشاهدات الفنانين الساقطين والفنانات والراقصات، لكن مثلنا يرى هذا المشهد، يرى أئمة مساجد يرقصون في الشوارع. تخيل معي يا رعاك الله أنهم يجبرون أئمة المساجد، وفي مشهد رأيته بعيني في إحدى الفيديوهات، أئمة مساجد يجبرون على أن يرقصوا في الشوارع عراة عراة. ونحن سنحتفل بعام جديد بإطلاق الألعاب النارية بملايين الدولارات. 1,000,000 مسلم لا يسمح لهم بالصلاة ولا النقاب ولا اللحية، يقتلون كل يوم في الشوارع. هل رأيتم حاكم تكلم؟ فعذرا. هل رأيتم مشايخ السلاطين تكلموا؟ فعذرا. هل رأيتم من علمائنا من ذكر لنا على المنابر أن هناك 1,000,000 مسلم في الصين مضطهد بمثل هذه المأساة؟ لا. فنحن في زمان الجبن، نحن في زمان الخوف، نحن في زمان الذل، نحن في زمان عمائم العار وحكام الذل. بينما كل هؤلاء صمتوا، وأختم إن شاء الله، بينما كل هؤلاء صمتوا على هذه المشاهد، وأنا أستأذنكم أن تعودوا إلى المواقع، وأن تعودوا إلى القنوات، وأن تعودوا إلى الإنترنت، وأن تكتبوا بين قوسين إقليم الأقوار. وأريد منكم فقط أن تشاهدوا المشاهد التي والله يتقطع لها الفؤاد من كمد إذا كان في القلب إيمان وإسلام. صمد كل هؤلاء، وخرج لاعب كرة قدم أوزيل يذكر المسلمين، وهم أولى بنجدة هؤلاء، يذكر المسلمين أنه في آخر الأرض لكم إخوة، لكم إخوة. أوزيل ذكر هؤلاء، ذكر من؟ ذكر مشايخ المنابر، وذكر علماء السلاطين، وذكر حكام العار، لاعب كرة قدم، ذكرهم أن هناك 1,000,000 مسلم مضطهد في الصين.